سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ديالي سنة بلا مزياني. الوصفه تاع اليوم رايحين نديرو طاجين جلبانه. انا دخلت معاه الخضره. تبعوا معايا المقادير ونسحقوا في هذه الوصفه. عندي جلبانه زروديه قطعتها بهذه الطريقه، عندي القرعه، بطاطا، عندي شويه دجاج، شويه سمن، عندي طماطش مسكرفجه، عندي حبه بصل مسكرفجه، مغرفه طماطش مصبره. بالنسبة للتوابل عندي ملح، فلفل أسود، كمون، كركم، راس الحانوت، فلفل عكري، عندي شوية معدنوس وشوية زيت. حكمت الطنجرة تاعي، حطيت فيها شوية زيت مع شوية سمن، ضفت لهم الدجاج مع البصل، خليتهم يتقلاو لي مليح. بعد ما تقلاو لي ضفت لهم طماطش المسكرفجة مع طماطش المصبرة. بعدها حطيت لهم الخضرة تاعي اللي قلنا زرودية، جلبانة، قرعة مع البطاطا. خليتهم يتقلاو مدة 15 دقيقة على نار هادية. بعد ما تقلاو لي ضفت لهم التوابل اللي قلنا ملح، فلفل اسود، راس الحانوت، كركم، شويه ملح مع الفلفل العكري. زدت لها المعدنوس ومرقتها مباشره. خليتها تطيب على النار مده 30 دقيقه على نار هاديه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم اللي كان طاجين جلبانه بالخضره. نتمنى تكون عجبت لكم وصفه. نتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. الى الملتقى.